اسمعوني وقولولي أعمل إيه. باختصار أنا متجوزة وعندي 3 أولاد وعايشة في بيت عيلة. مفتكرش الوقت اللي ارتحت فيه قد الوقت اللي تعبت فيه. بيني وبين جوزي فيه مشاكل كتير قوي، وكل شوية زعل وكل شوية خناق ومشاكل. آخر مرة غضبت ومشيت رحت عند أهلي، قعدت 3 شهور، وفي ال3 شهور كنت سايبة ولادي مع أبوهم وجدتهم وعمتهم، ومحدش يقولي ما خدتيش ولادك ليه معاكي، لأن كل واحد متحمل نفسه بالعافية، وأهلي مش هيضيفوني أنا وولادي، دول 3 مش 1. المهم بعد ما رجعت من عند أهلي لقيت بنتي الصغيرة بتجري عليا وبتعيط وعمالة تحكيلي إن جدتها وعمتها حرقوها في إيديها ورجليها علشان هي بتعمل حمام وهي نايمة. من كتر الرعب والخوف والزعيق والمشاكل بنتي جات لها حالة نفسية وبقت تعمل حمام على نفسها وهي نايمة. أنا مش عارفة أعمل إيه، أغضب تاني ولا أقعد أمشي ولا خليني؟ بس منظر رجلين بنتي والحرق اللي في إيديها يخلي الحجر ينطق. قولولي أعمل إيه واتصرف إزاي؟ أنا تعبت وما بقاش عندي حل وما بقيتش عارفة أفكر.